اخيرا بابا وماما جم من السفر. هما الاتنين كانوا في عمرة، وكنت فرحانة قوي عشانهم. والحمد لله بابا جاب لي شنطة مليانة كل الحاجات اللي كان نفسي فيها، الشامبو والزيت وكل حاجة طلبتها منه. وكنت فرحانة قوي ومبسوطة. والباب خبط في الوقت ده، وبصيت لقيت خالي قدامي. دخل على طول وقعد من غير سلام حتى عليا، وقال الف مبروك، حمد لله على السلامة ليكوا انتوا الاتنين. ماما قالت له الله يسلمك، عقبالك يا حبيبي، دي العمرة حلوة قوي. قال لها بقى اخدتي مني الورث وكنت هتتجنني عليه، وخليتيني ادين نفسي عشان تروحوا انتوا الاتنين عمرة. حرام عليك يا شيخة، ده انا قلت هتجوز بنتها ولا تعمل حاجة مهمة. ردت وقالت له هو انت تكره لي ان انا اروح عمرة؟ ايه المشكلة يا حبيبي؟ مش انت اخويا برضو؟ كان نفسي اروح عمرة واروح واشوف الكعبة، وانا هناك انبسطت جدا وارتحت نفسيا، وان شاء الله ربنا يفرجها عليا وعليك. بس انا لسه ليا بقيت ورث عندك. قال لها وانا هديهولك، هو انا يعني هنصب عليكي ولا ايه؟ وبعدين انت يا بت. رديت وقلت له نعم. قال لي فين الشنطه اللي انا جاي بيها؟ قلت له هو انت جايب شنطه يا خالو؟ انا ما شفتهاش، انت اللي داخل مكشر كده ورحت داخل على طول. قال لي طب امشي من غير لماضه، هاتيلي الشنطه من بره وهاتيها بسرعه. وفعلا جبت له الشنطه، وقال انا هبات معاكي النهارده يا روحيه، لاني مش هقدر ارجع البلد والوقت متاخر. خدي بقى الفطير المشلتت اللي انا جايبهولك، والاكل اللي انا جايبهولك والحاجه دي، ولا اقولك انا هرصها لك بنفسي. ودخل وكانه بيته، مع ان خالي ما كانش متعود ان هو يعمل كده عندنا. وماما ساعتها فضت له الاوضه بتاعتي انا واختي، وطبعا كنت هتجنن، ما كنتش عارفه هنام فين. بس ماما قالت ناموا في الصاله عادي، ده يوم وخلاص، واول مره خالكوا يبات عندنا. قلنا لها ماشي. ودخل خالي يبات في الأوضة بعد ما هو حط البيض والفطير وكل حاجة في التلاجة قبل ما ينام. ودخل الأوضة وفضل قاعد فيها طول الليل، وأنا كنت متغاظة أنا وأختي لأننا نمنا في الصالة بسببه. وماما وبابا ما كانش ينفع يناموا في الصالة لأنهم جايين تعبانين من السفر. وقتها قلت لنورهان أختي عاجبك كده؟ هو كان لازم يعني يجي النهاردة؟ ده أنا كنت فرحانة قوي بالحاجات اللي بابا جابها لي، وكنت لسه هجربها كلها. قالت لي هتجربيها كلها مرة واحدة؟ أنا عارفاكي مجنونة. بقولك إيه، ما تقومي تعملي لنا كوبايتين شاي. قلت لها حاضر، دي شكلها كده السهرة هتحلو. إيه رأيك لما أعمل حبة فشار كمان؟ قالت لي ماشي يا ريت. وأنا رايحة ناحية المطبخ سمعت خاله بيتكلم في التليفون، وبصراحة كان عندي فضول أعرف بيقول إيه وبيكلم مين. وقلت أكيد بيكلم مراته العقربة اللي أصلا ما بتحبناش ولا بتقبلنا، وهي اللي كانت بتقوم خالي على أمي عشان ما يديهاش الورث بتاعها. ولقيته بيقول وأنا عمري هسيب حقي؟ ده أنا هخلي سيرتهم على كل لسان، هفضحهم وهسيب لهم العار طول العمر. لازم أخد حقي، هو أنا هسكت على كل ده؟ بكرة إن شاء الله البوليس هيكون قبض عليهم وخلصنا منهم كلهم، لأني مش هدي فلوس لحد تاني. ولازم أخد حقي تالت ومتلت. وقفلي بقى عشان مش عايزة أتكلم كتير. وقتها ما فهمتش المكالمة قوي، وقلت يمكن ليه أعداء هناك في البلد، لأني بصراحة كده بسبب مرات خالي محدش بيحبه ولا بيحب يتعامل معاه. ده نصب على 3/4 الناس اللي في البلد، وكلهم لا بيحبوه ولا بيتقوه ولا بيحبوا سيرته. وقلت يمكن جه هربان عندنا من حاجة عملها هناك وعمل نفسه بيسلم على بابا وماما. بس مصيبة بقى لا يكمل هنا ويقعد كتير. ده أنا عايزة أقعد في أوضتي أنا وأختي، ومش عايزين ننام في الصالة تاني. وقتها حبيت أغلس عليه وخبطت عليه وقلت له ايه يا خالو، هو انت عايز شاي ولا حاجة؟ انا رايحة المطبخ. قال لي عايزة ايه يا بت انتي؟ ايه اللي جابك هنا؟ قلت له يا خالي بسألك عايز شاي ولا لا، هو انا غلطت اعمل لك شاي معايا؟ رد وقال اعملي لي شاي يا مقصوفة الرقبة يا ام لسان طويل. انا معرفش يا بت ما بحبكيش ليه. قلت له ما تحبنيش ليه، هو انا جيت جنبك؟ طب مش عامله لك شاي. فضل يشتم فيا كتير وقال ان هو هيقوم يضربني. بس انا بقى رحت على المطبخ وعملت الشاي، وبصراحة كده عشان استقصده وانتقم منه حطيت له كام نقطة كده من العلاج بتاع معدتي اللي باخده كل يوم. وساعتها حسيت ان بطنه هتوجعه وهيفضل طول الليل رايح جاي على الحمام. بصراحة خالي ده انا عمري ما شفته منه حاجة عدلة ابدا، وطول عمره بيغلط فيه وبيضربني من وانا صغيرة. ودخلت قلت له شفت بقى انا بحبك قد ايه يا خالو، عملت لك الشاي برضه، هو انا يرضيني زعلك؟
ده انت خالو القمر اللي انا بحبه، ده انت حتى منور الاوضه كلها، ده الاوضه بص بتشع نور اهو. رد وقال لي عارفك لمضه جدا، وعشان كده انا بحب اهزر معاكي، وانتي طلعتي جدعه. بقولك ايه، روح هاتيلي كمان سندوتشين من المطبخ لاني جعان. قلت له حلو، إيه حاضر يعني، هروح اجيب لك. ورحت فعلا المطبخ وجبت له السندوتشات اللي قال لي عليها، وانا كنت مبسوطه جدا عشان يروح ويجي اكتر على الحمام انتقاما منه، لانه بعد ما خد السندوتشات قال لي امشي غوري من وشي، امشي يلا اطلعي بره. قلت له ايه ده يا خالو، هي المصلحه كده خلصت؟ قال لي بقول لك امشي من قدامي لا اديكي بالقفا طيارك كده من الاوضه دي. رديت وقلت له ماشي، حلو قوي الكلام ده، انا طالعه اقعد بره، انا خلاص عملت الفشار والشاي وهنشوف مين اللي هيزعل. ورحت قعدت مع اختي وقعدت اهزر واضحك معاها، بالرغم ان انا كنت متضايقه وقتها، بس ساعتها كنت فرحانه قوي وانا شايفه خاله رايح الحمام، وكنت عماله بضحك. ولقيت نورهان قالت لي هو انتي بتضحكي على ايه؟ عشان رايح جاي على الحمام؟ ده شكله كده تقل في الاكل. قلت لها لا، ده انا اللي حطيت له العلاج. انتي ما شفتيش عمل فيا ايه؟ ده بهدلني. قالت لي ما انا سامعاكي وانتي بتتهزقي. قلت لها طول عمرك محضر خير وبتهدي النفوس. وكملت السهره انا وهي. والغريبه ان لما كلنا قمنا من النوم ما حدش فينا لقى خاله. خاله كانه اتبخر خالص وما كانش له اي وجود، بس الشنطه اللي جه بيها كانت موجوده زي ما هي. وساعتها ظنيت ان هو راح المستشفى من كتر تعب معدته. ولقيت ماما بتقول بقى معقول يمشي كده من غير ما يقول؟ ده غريب قوي، هو ازاي يعمل كده؟ رديت وقلت لها ممكن يكون تعب فراح للدكتور مثلا. ساعتها قالت لي ماما هيكون تعب من ايه يعني، ده كان زي الفل وما كانش فيه اي حاجه. لا لا، انا حاسه ان هو زعل من حاجه فعشان كده مشي، على العموم براحته. ردت نورهان وقالت لها لا، دي سالي حطت له من العلاج في الشاي بتاعه فعشان كده بطنه وجعته، لا اكيد راح للدكتور. ساعتها قلت لها انت بتعترفي عليا كده بمنتهى السهوله، اما انت ولا صاحبه ولا اخت ولا حاجه خالص، ولا عايزه اعرفك. وعملت نفسي مقموصه وطلعت اجري قبل ما ماما تجري ورايا بالشبشب وتضربني. وطبعا سمعتها وهي عماله تشتمني وتهزقني على اللي عملته في خاله. بس لما دخلت الاوضه شفت الشنطه اللي بابا جابها لي من السفر، وبصراحه كده كنت هتجنن ان انا افتحها واشوف الحاجه اللي فيها، واخدتها معايا من غير ما حد يحس. ونزلت حتى قابلت نورهان اختي على السلم وكانت رايحه الكليه بتاعتها، وانا اخدت الشنطه ورحت عند سحر صاحبتي اللي هي كانت ساكنه في البيت اللي جنبنا، وقلت افتح معاها الشنطه قدامها ونجرب الشامبو وكل حاجه عندها، وعلى الاقل ماما تكون نسيت الموضوع اللي كانت عايزه تضربني عشانه. وفعلا استنيت شويه عند سحر وفتحت الشامبو والكريم وكل حاجه وبدات اجربهم. بس ساعتها سمعنا دوشه في الشارع. وقتها قلت لها سيبك منهم يا سحر وخلينا في الحاجات الحلوه دي اللي بابا جابها. لقيتها بتقولي انا عايزه ازازه زيت من بتوعك، الزيت ده حلو قوي وبينعم الشعر. قلت لها مش خساره فيكي، مع ان انا بحب الحاجات دي قوي وعزيزه عليا، بس خديها ماشي، انتي برضه مش غريبه. وساعتها قضيت اليوم كله معاها. وبعدها قلت لها الوقت اتاخر ولازم اروح دلوقتي، وفعلا نزلت عشان اروح البيت. بس لما دخلت لقيت الباب مفتوح ولقيت اختي نورهان عماله بتعيط. قلت لها في ايه يا نورهان، وماما وبابا فين، وسايبه باب الشقه مفتوح ليه؟ قالت لي انت كنت فين من بدري، ده انا مش عارفه عنك اي حاجه، انا ما كنتش عارفه اوصلك ولا عارفه انت فين، وكنت هتجنن عليكي وحاسه ان انا زي المشلوله. قلت لها الكلمه على طول قلبي وقع في رجليا. ردت وقالت الشرطه جت قبضت على ماما وبابا واتهموهم ان هم بيتاجروا في الممنوعات، ولقوا كميه كبيره هنا في الشقه وقبضوا عليهم بالحاجه بتاعتهم. رديت وقلت لها ازاي، هو ده هزار ولا ايه؟ ردت وقالت لا مش هزار، ده بجد، وانا مش عارفه ده حصل ازاي. قلت لها مفيش غيره، هو اللي جه امبارح وبات عندنا، هيكون يعني الحاجه دي بتاعت مين؟ هو انت شاكه في بابا وماما ولا ايه؟ قالت لي لا طبعا. قلت لها طب والعمل دلوقتي؟ قالت لي طبعا لازم نشوف محامي، وانا اتصلت بخالته وخالته ما بتردش عليا. قلت لها ولا هترد عليكي، وطبعا عماتي هيفرحوا في ماما وهيفرحوا كمان في بابا لانه مخاصمهم ومش بيكلمهم. وبعدين بقى في الازمه دي هنعمل ايه ونتصرف ازاي؟ صحيح، ده انا نسيت حاجه كبيره قوي. ودخلت اجري على الاوضه، وهنا طلعت الموبايل بتاعي، الموبايل القديم اللي انا كنت سايباه يصور، وساعتها لقيته فاصل شحن. حطيته على الشاحن
وفضلت مستنيه ان هو يشتغل تاني. وقالت لي نورهان هو ده وقته بتطلعي تليفونك القديم عشان تعيدي الذكريات وسايبانا في المصيبه دي، ولا يكون عايزه تطلعي منه رقم تليفون؟ قلت لها ولا حاجه من اللي انت بتقوليها دي، بس لو صبرتي كده ان شاء الله هيكون دليل براءه ماما وبابا عندي هنا في التليفون. ردت وقالت لي ازاي؟ فتحت التليفون ساعتها وبدات اتفرج على التليفون واللي كان بيصوره، وهنا شفت خاله وهو ماسك الشنطه اللي جاي بيها وطلع حاجه منها وبدأ يخبيها في السرير وتحت السرير كمان، وفضل يتمشى في كل الأوضة. ده حتى كان بيفتش في الدولاب بتاعي، معرفش كان بيفتش على ايه، واخد منه الفلوس اللي انا كنت محوشاها. قلت خيه ايه الندالة دي كلها؟ ده انا مش هسيبك يا خاله وهخلي الشرطة تقبض عليك، والحمد لله ان انا عملت كده. ساعتها نورهان قالت لي ما تقولي لي بقى عملتي ايه وايه اللي حصل؟ قلت لها ابدا، انا كنت زعلانة جدا ان خاله كان قاعد في الأوضة بتاعتنا، وطلعت التليفون القديم بتاعي وكان فيه مساحة كبيرة جدا فاضية وحطيته، وقلت أصور خاله جوه الأوضة وأشوفه عمل إيه بالظبط. والتليفون فضل 3 ساعات بيصور، وفي خلال ال3 ساعات دول خاله زي ما انت شايفة كده أخد الحاجة وخباها في السرير وتحت السرير، وطلع الحاجة وهرب بسرعة تاني يوم عشان لما تيجي الشرطة اللي هو بلغها تقبض على بابا وماما وهو يطلع منها كويس. فهمتي بقى ان مخ تخين؟ قالت لي فهمت. ايه ده، هو معقول الاخ يعمل كده في اخته؟ طب ليه كان عايز يأذيها كده؟ قلت لها بسيطة، هي عايزة بقيت ورثها اللي يعتبر كده 2 مليون جنيه، وده طبعا مبلغ كبير، وهو كواحد نصاب ما بيهموش اي حاجة، نصب على ناس كتير واكل حقوقهم، مش هياكل حقوق اخته واخته التانية اللي ما ادهاش ولا مليم؟ ده لولا ان ماما رفعت عليه قضايا، ولولا ان ماما كانت ممضيه على وصالة امانه ما كانش اداها حقها. واخدت التليفون انا ونورهان، وكنا لسه هنطلع من الشقه لقينا خاله قدامنا. وقتها اتخضيت قوي وقلت له هو انت ليك عين تيجي هنا؟ وقتها نورهان قالت لي اسكتي اوعي تتكلمي. قلت لها لا مش هسكت، هو انت ليك عين تيجي تاني؟ كنت عايز تودي ماما وبابا في داهيه ليه؟ طب انا بقى معايا الدليل اللي هيوديك في داهيه وهيوديك في مصيبه كمان. قال لي انا مش فاهم حاجه، هي امك وابوك اتقبض عليهم؟ انا هربت عشان حاجه تانية، انا هربت لما جالي مكالمه من البلد، مراتي قالت ان ابني بيموت، وانا رحت بسرعه عشان انجده، وفعلا وديته المستشفى واتحجز هنا في القصر العيني لان مفيش مستشفى مجهزه هناك. انا رحت وجيت بسرعه عشان اخد الحاجه بتاعتي اللي هنا، وما كنتش اعرف. ايه ده، يبقى هو اللي بلغ عني، شريكي هو اللي بلغ عني، وكان فاكر ان هو عايز يوديني في داهيه، بس للاسف امك وابوك اتقبض عليهم، وانا ما كنتش عايز ده يحصل ابدا. صدقيني انا ما جيتش عشان اذيكم، بس انتي قلتي ان معاكي دليل براءتهم، طب يلا بينا نروح نقدمه. قلت له ايوه معايا دليل براءتنا، وكل الكلام اللي انت هتقوله ده ما يدخلش عليا، انا فاهماك وعارفاك كويس قوي. عيط قدامي وقال لي يا بنتي فهميني، قولي لي بس ايه دليل البراءه وانا هساعدك. هو انا يعني كنت جايه اذي اختي؟ انت اتجننتي؟ ازاي يعني اعمل كده؟ انا لو اذيت الناس كلها عمري ما اذي اختي. وفي الوقت ده كنت ماسكه تليفون نورهان وقلت له انت متصور وانت بتحط الحاجه في السرير وتحت السرير كمان، انا حطيت الموبايل عشان اصورك في الاوضه وانت متصور في التليفون ده. وساعتها كنت عارفه هيعمل ايه كويس، وطلعت اجري من قدامه علشان يجي ورايا، وكنت عايزه الم الناس عليه في الشارع عشان يتلموا عليه وما يلحقش يهرب والحق ابلغ عنه البوليس. بس وانا بجري لقيته زقني على السلم، زقني بكل قوته، وانا فضلت اترمي على السلم لحد لما وقعت وما حسيتش باي حاجه. ولما فقت لقيت نورهان جنبي وانا في اوضتي على سريري، ولقيت نورهان بتقول لي وبتحكي لي كل اللي حصل من ساعه ما وقعت، وقالت لي انت طلعتي لئيمه قوي لما مسكتي التليفون بتاعي مش تليفونك انتي، هو انت كنت قاصده ده؟ قلت لها طبعا، كنت عارفه ان هيجري ورايا عشان ياخد مني التليفون، وانا كنت عايزه الم عليه الناس بتاعه الحاره. قولي لي بس ايه اللي حصل؟ قالت لي هو فعلا نزل يجري بس بعد ما رماكي على السلم، وكان فاكر ان انتي خلاص جرالك اي حاجه، خصوصا ان اغمى عليكي، واخد التليفون اللي كان في ايدك اللي فكر ان هو متصور عليه وخده وجري بسرعه وهرب من المكان. وبعديها على طول انا اخدت التليفون بعد ما وديتك للمستشفى
ورحت وديت دليل براءة ماما وبابا هناك، وفعلا افرجوا عنهم، وفضلوا يدوروا عليه شوية لحد لما لقوه. ومش بس هيتحاسب على الممنوعات، ده هيتحاسب كمان انه شروع في قتلك. ساعتها قلت لها احسن، دي بقى نهاية كل ظالم، عشان كل واحد كده يمنع اخته من حقوقها ربنا يقعده له عمره ما يكسب ابدا. والكل واحد واخد حق مش حقه، وورث مش ورثه، وواكل ورث اخواته وحق اخواته، وواكل حق ناس لقى عنده فلوس. يا ترى هتقول ايه لربنا وهتقف قدامه ازاي؟ لو حد ليه حق عندك روح ردهوله، وادي الحقوق لأهلها، والورث كل واحد ياخد حقه بشريعة ربنا اللي كتبها. وبلاش نخسر بعض، بلاش الأخ يخسر أخته والأخت تخسر أخوها والعيلة كلها تتفكك. ده صلة الرحم واجب علينا كلنا. لا، كنت واقفة بغسل المواعين وكنت فرحانة قوي، وفي الوقت ده الباب خبط واستغربت قوي لأن جوزي مش هيجي دلوقتي، ده لسه قدامه كام ساعة. في الوقت ده كنت خايفة افتح الباب، معرفش ليه قلبي ما كانش مرتاح، بس ساعتها فتحته واللي حسبته لقيته. وده لما لقيت حماتي قدامي ومعاها بنتها، وساعتها قلت لها ايوه في حاجة ولا ايه؟ هو انتوا جايين دلوقتي ليه؟ وقفلتوا الباب ليه وراكم؟ لقيتها بتقولي هو انا جاية اباركلك على الحمل، مش انتي برضه حامل؟ وقلت لها ايوه انا لسه عارفة ولسه قايلة لجوزي، هو لحق يقولك؟ انا ما كنتش عايزاكي تعرفي. لقيتها بتقولي ليه؟ علشان اللي هيحصل فيكي دلوقتي. وبدأت تضربني هي وبنتها، فضلوا يضربوني جامد قوي، وبعدين ضربوني بالكرسي بتاع الانتريه اللي كان تقيل جدا. ومن بعدها فقدت الوعي، ده لما كمان بدأت انزف. ووقتها حصل اللي عمري ما كنت اتوقعه، بس انا كنت استاهله بجد. والحكاية بدأت من قبل لما اتجوز وانا واقفة قدامه، وساعتها قلت له ما تسيب اللي في ايدك ده شوية واقعد معايا، ده هي ربع ساعة هنقعد مع بعض واديك الاكل وتاكل قدامي وامشي على طول، اقعد بقى وخليني اتكلم معاك. لقيته بيقولي يعني انت عايزة اسيب شغلي واقعد احب؟ لا مش هينفع، انا عايزة اخلص العربية دي بسرعة علشان صاحبها هيجي يستلمها. قلت له 10 دقايق مش مشكلة، هنقعد مع بعض، هو من حقي ان انت تحب فيا، ايه المشكلة؟ ما انا كمان بحبك. لقيته بيقولي وانا كمان بحبك، وانت عارفة انا بحبك قد ايه. ساعتها قلت له ماشي، وبعدين هنفضل نحب في بعض كده وكل واحد عند اهله؟ ما لازم تاخد خطوة، لازم تيجي تتقدم لي، لاني بدأت ازهق. انا بقالي سنة ونص مستنية ان انت تتكلم او حتى تيجي تتقدم لي، وانت عمال كل شوية تمطوح فيا وتقولي الاسبوع الجاي، الشهر الجاي، السنة الجاية. تعبت، انا ما بقتش قادرة استحمل. ده ابويا كل يوم يجيب لي عريس وانا بقوله لا، وده كده مش في صالحي، لان ابويا ممكن تطق في دماغه كده مرة ويجوزني غصب عني. ساعتها هعمل فيك ايه بقى؟ هقدر اعيش من غيرك؟ مش هقدر طبعا. لقيته بيقولي خلاص انتي حرة، انا هتكلم مع امي وهاخد منها ميعاد، وبعدين احدد معاكي واجي لابوكي، ممكن نيجي يوم الخميس. قلت له يا سلام، ده احلى خبر سمعته في حياتي. ومشيت من عنده وانا فرحانة، فرحانة قوي. واول لما دخلت من البيت لقيت ابويا بيقولي كويس ان انت جيتي دلوقتي يا منى، ده انا كنت لسه بفكر فيكي بنت حلال. بس انت صحيح كنت فين؟ قلت له كنت عند صاحبتي أميمة اللي انت عارفها، كنت عندها ولسه جاية. هو انت صحيح كنت عايزني في ايه يا بابا؟ هو في حاجة؟ لقيته بيقولي عريس جالك، حامد ابن عم عبده اللي هو صاحبي ده. المهم يعني كلمني عليك، واوعي المرة دي تقولي لا، ده الواد زي الفل، ده مهندس ومتعلم احسن علام، وبيقولوا ان هو دلوقتي شغال في شركة وكويس قوي وحاله كويس. بقولك يا بنتي انا عايزك توافق على العريس ده بالذات، لانه ابن حلال وانا كنت بشوفه من صغره، يعتبر كده متربي قدامي. ساعتها قلت له لا ما ينفعش، هو انا لسه ما قلتلكش، اصل بصراحة كده في عريس تاني جايلي وانا عايزاك توافق عليه بالله عليك يا بابا. انا كنت عند صاحبتي أميمة وهو قريبها، وشافني وانا عندها وبشوفها في يوم، من ساعتها هو معجب بيا، ولسه النهارده فتحت معايا الموضوع ده وقالت لي ان هو عايز يتقدم لي الخميس الجاي. حتى لو انت مثلا عايز العريس التاني يجي ابقى ارد عليه بعد يوم الخميس، لحد لما تشوف العريس ده وتقعد معاه وتتكلم. كنت ساعتها واثقه قوي وانا بكلم بابا، معرفش كنت جايبه الثقه دي منين،
يمكن من غبائي او سذاجتي، او يمكن الطريقة الغبية اللي كنت بفكر بيها، وكمان كنت بصدق ان هو بيحبني. ايوه، افتكرت زين بيحبني بجد، وما كنتش اعرف المستقبل فيه ايه. في الوقت ده بابا ما كانش عاجبه كلامي، ولكنه سمع كلامي ووافق ان زين يجي. وفعلا عدت الايام لحد لما جه يوم الخميس، وزين جه هو ومامته. بس بقى من ساعة ما قعدت مامته وانا اتفاجئت بيها مفاجأة ما كانتش تخطر على بالي، ولقيتها بتقول: انا عارفة ان ابني بيحبها، ولولا ان هو متعلق بيها زي العيل الصغير انا ما كنتش جيت اتقدمت لها. انا مرات ابني دي كنت عايزة انقيها بنفسي، وتكون كده نقاوة حلوة، وانا اعرفها كويس قوي وعارف تربيتها من وهي صغيرة، وعلشان كده كان بنات اخواتي موجودين. بس هو بقى حط عينه على بنتك، وده النصيب. ولان انا بحب ابني قوي وغالي عليا، علشان كده جيت اطلب ايد بنتك. ليه؟ ساعتها بابا قال لها: في ايه بس؟ انا مش فاهم حضرتك زعلانه ولا فرحانه. على العموم ربنا يقدم اللي فيه الخير. هو انتوا ايه مثلا ظروفكم؟ قولي اللي انت عايزاه. لقيتها بتقول: احنا هنجيب كل حاجه، ويمكن انت ما تجيبش حاجه، علشان يعني ممكن ظروفكم ما تكونش قد كده. ساعتها بابا قال لها: ايه اللي انت بتقوليه ده بس يا حاجه؟ انا بصراحه مستغربك. احنا هنتكلم بالاصول، ولو علينا حاجه هنجيبها زيها زي اي بنت، بنت الناس المحترمه بتتجوز. وهنجيب لها كمان احسن حاجه، احسن حاجه يمكن ما تتخيلهاش انتي. ساعتها قالت: مالك بس يا بالعروسه؟ انا بتكلم وبقول بسلامه نيه، انا بس مش عايزاكوا تغرموا ولا تجيبوا حاجه كده ولا كده ملهاش لازمه. انا كنت عايزاها تيجي بس بشنطه هدومها، بس طالما عايز تجيب حاجات براحتك. بس احنا لا بنكتب قايمه ولا كمان بندفع مهر، احنا بس هنجيب الحاجه اللي علينا. وقتها كلام الست دي كان وحش قوي، وانا حتى رغم ان انا بحب ابنها وبموت فيه ما كانش عاجبني كلامها. بس كنت عايزه بابا يعدلها، ويعني يعدي الموقف ده ويستحملها، وكمان يقبل بيه. وفضلوا يتكلموا كتير مع بعض، وانا كنت حاسه متاكده ان بابا هيرفض بعد المعامله زي الزفت اللي امه كانت بتتعاملها دي. والمشكله بقى ان زين ما اتكلمش ولا كلمه، وامه بس هي اللي كانت بتتكلم وتاخد كل القرارات. وساعتها بابا قال لهم ان هو عايز وقت يفكر فيه وهيرد عليهم، ومشيوا هما الاتنين. وحماتي طبعا ما بطلتش انها تبص من فوق لتحت للمكان كله، للشقة والحيطان وللبيت وحتى ابويا. ورغم ان انا برضو عايشة في مستوى متوسط وكويس في نفس الوقت، رغم انها كانت مستقلية بينا جدا، ورغم انها اصلا مش غنية قوي. وساعتها كنت خايفة جدا اطلع اكلم بابا، خايفة اقوله على رأيه، وخايفة بصراحة يكسفني. ولقيته هو اللي دخل لي الأوضة، ولقيته بيقول لي: انتي ايه رأيك في العريس ده؟ ايه رأيك فيها منه؟ قلت له: اللي تشوفه يا بابا، بس بصراحة كده انا مش هتكسف منك يا بابا، انا هتكلم معاك لأول مرة بكل صراحة، لاني بحبك يا بابا وعايزة اكون صريحة معاك. لقيته بيقول لي: انا سامعك يا حبيبتي، قولي اللي انت عايزاه. قلت له: ما انا قلت لك انا نفسي بصراحة توافق عليه. لقيته بيقول لي: انت سمعتي كل الكلام اللي دار بيني وبين امه؟ بذمتك ده عريس تقولي لي عليه ان انا وافق؟ طب اوافق ازاي؟ اغش نفسي؟ العريس ده ابن امه، بيسمع كلامها في كل حاجة، مش عيب انه يحب امه ويبرها ويكبرها كمان قدام الناس. انما امه تتكلم بالطريقة دي وهي اللي تاخد له كل القرارات، وهو ما يتكلمش ولا نص كلمة في حضورها؟ ده غلط. ده راجل يا حبيبتي مش عيل صغير. واللي انا شفته النهارده مش عاجبني، والعريس ذات نفسه كله على بعضه مش عاجبني. مش عشان هو ميكانيكي واهله مش قوي يعني اغنياء رغم عوجان امه، لا، لان في اصول، وانا عايز اتجوزك على الاصول، وعايز اجوزك راجل بجد يحافظ عليكي. وقتها دموعي نزلت مني قدامه، وبابا ساعتها حس ان انا فعلا بحب زين وان انا متعلقه بيه. ولما شافني بعيط لقيته بيقولي: طيب اديني فرصه افكر، انا هعمل محاوله تانية وهكلم مامته في التليفون، يا اما هستناها لما هي تكلمني وانا هقول لها على اللي احنا عايزينه واللي هي عايزاه، هنتفق يعني، وانا مش هزعلها صدقيني. بس انا هقول لها على الاصول اللي احنا ماشيين بيها، وما ينفعش يا بنتي اتجوزك من غير قايمه ومهر. وحتى لو هم هيجيبوا كل حاجه لازم برضو تكتبي قايمه، دي تضمن حقك مش اكتر، احنا عمرنا ما هناخد منه حاجه. ساعتها سكت،
وسبت بابا يعمل اللي هو عايزه. وطبعا كان عندي امل في المحاولة التانية، وان هو لما يكلمها في التليفون كل حاجة تتصلح. وعدت الايام وانا كنت بقابل زين، وكنت بتكلم معاه وبتعلق بيه اكتر، لاني اصلا كنت بحبه، وهو كان طيب وحنين معايا جدا. وفي يوم قلت له: بقول لك يا زين، ما تزق مامتك كده تكلم ابويا. ايوه تكلمه، تحنن قلبه بقى على الجوازه دي وتخليه يوافق، وخليها تبقى حنينه معاه وحياه ابوك. انا ما اعرفش امك بتتكلم كده ليه، مع ان انت هادي ومؤدب، انما امك دي غريبه قوي. دي الرجاله ما بتتكلمش كده. لقيته بيقول لي: معلش، اصلها هي اللي مربيانا من واحنا صغيرين، ومسؤوله عننا في كل حاجه، انا واختي يعني. وبصراحه كده وقفت وتحدت اهل ابويا كلهم علشان تجيب لنا حقنا منهم. وادينا اهو عايشين في البيت، محدش يقدر يكلمنا، البيت كله بتاعنا، العماره يعني. وكمان لينا بيتين تانيين اخدت حقنا منهم تالت ومتلت. وعلشان كده من ساعتها هي ماما قويه، وهي بتاخد كل القرارات، وانا بسمع كلامها وبكبرها لان انا بحبها. بس انتي بقى عندي تكوني حاجة تانية خالص، وانا هشيلك في عينيا. فرحت قوي بكلامه. وفعلا تاني يوم لقينا رقم بيتصل على تليفون بابا، وكنت عارفة انها هي. وفي الوقت ده بابا رد عليها، وكمان فتح السبيكر علشان اسمع. وساعتها لقيتها بتقوله: ايه يا حاج، هو انت ما ردتش علينا ليه؟ مش الاصول برضو ان انت ترد علينا وتقول لنا ان كنت موافق ولا لا؟ هو ما حدش يعني هيغصبكوا على حاجة. اصل انا ابني الف واحدة تتمناه، عريس زي الفل ومؤدب، وكل الناس بتحلف بأخلاقه. وقتها قال لها: صلي على النبي بس يا حاجة، أنا كل اللي كنت عايزه زي ما قلنا الأصول لازم تكتبوا قايمة لبنتي، وده عشان يحفظ حقوقها. دي حتى لو القايمة اتكتب بالحاجة اللي احنا جايبينها، أنا هجيب لها حاجات تشرف وحاجات كويسة جدا وأكتر مما هي تتمنى. أنا عايزة الحاجات دي تتكتب في ورقة، ويتكتب كمان الذهب والشبكة بتاعتها، وأضمن لها كل حقوقها. أنا لو عايش دلوقتي ليها، بعد كده مش هعيش، يعني يمكن اموت في اي وقت. على الاقل تكون مسنوده وتكون تعرف تاخد حقها. ساعتها قالت له: حق ايه يا ابو حق؟ الكلام اللي انت بتقوله ده كله غلط، وما فيش حد بيمشي كده. انا بنتي مش جايبه لها قايمه، وانت مالكمش حاجه عندنا. وبصراحه بقى كفايه اللي انت بتتكلم بكل غرور كده. هو انت شايف نفسك علينا ليه؟ وقفلت السكه في وش ابويا. ووقتها قلت: يا نهار ابيض، الموضوع كده باظ. ولقيت بابا اتعصب قوي، ولقيته بيقول لي: شفتي العريس اللي انت كنت عايزاني اوافق بيه؟ انا بقى مش موافق وعمرك ما هتتجوزيه. وبابا حلف واقسم ان عمره ما هيوافق عليه. وقتها قلت له: معلش يا بابا، علشان خاطري ما تقولش الكلام ده. بصراحه بقى انا بحب زين، بحبه وهتجوزه، يعني هتجوزه. بابا وقتها ضربني بالقلم لاول مره في حياتي، يمد ايده عليا. وساعتها لقيته بيقول لي: هتخشي الاوضه بتاعتك، والعريس اللي انا كنت مستنيه وسايبه هو ده اللي هتتجوزيه، ابن صاحبي. انما الصايع الضايع ده اللي اهله رمامه، انا عمري ما هجوزك ليه، عمري ابدا ما هقبل بيه. وعلشان خاطر اللي انت عملتيه ده، انت هتدفعي الثمن. انا لازم اربيكي لاني ما عرفتش اربيكي شكلي كده، فهمتي ولا لا؟ وقتها دخلت الاوضه، وكنت عارفه ان بابا مش هيخرجني من البيت. في الوقت ده بعت رسائل كتير لزين، وقلت له: ايه اللي امك هببته ده؟ ما كانش المفروض تقول الكلام ده، امك دي وحشه قوي وبوظت الجوازه. لقيته بيقول لي: انا بحبك وعمري ما هبعد عنك، ومش هتجوز غيرك. انا بحبك قوي، بحبك قوي يا منى. وفضلنا نكتب لبعض وانا حزينه، وعيطت كتير اليوم ده، وحسيت ان الامل ضايع وخلاص، الجوازه كلها باظت. وما قدرتش اتحمل ان بابا هيحكم عليا اخد واحد ما بحبوش. بصراحه كان ليه حق، بس انا كمان كنت بحب زين ومتعلقه بيه. وعدت الايام وانا محبوسه في البيت، وما كنتش طبعا بشوف زين، بنتكلم بس في الرسايل. لحد لما لقيته بعت لي رساله بيقول لي: لازم تهربي من البيت، ولازم نتجوز ونحط ابوكي امام الامر الواقع، لاني مش هستحمل ان انت تقابلي العريس بكره وابوكي هيوافق عليه ويقرا فتحتك. مش هستحمل ان ده يحصل ومش هسيبك. واتفقت ساعتها معاه على اسوأ حاجه عملتها في حياتي، وده اني اهرب. ايوه، اهرب من البيت. وفعلا اليوم ده ساعة الفجرية، لما اتأكدت ان بابا نام بالمناوم اللي انا حطيتهوله، مشيت من البيت وقابلت زين. ده بعد ما بعت رسالة لبابا ان هو ما يبلغش البوليس، وان انا مشيت بمزاجي، وان انا هتجوز زين.
وساعتها تاني يوم حماتي كتبت كتابي عليه، واتجوزت انا وزين، وافتكرت ان انا هعيش في سعادة. وده طبعا من غير عفش جديد ولا حاجة، كانت في الشقة القديمة اللي عندهم من غير حتى ما تتوضب. كنت فاكرة ان انا هعيش سعيدة. بس من تاني يوم امه بدأت تطلب مني ان انا اخدمها واعمل لها الاكل والشرب. وساعتها لما رفضت لقيتها بتعايرني ان انا هربت من بيت اهلي وان انا اتجوزت من وراهم. وبدأت المشاكل من تاني يوم، ومع الايام بدأت تمد ايديها عليا وبدأت تذلني. ايوه كانت بتذلني. وجوزي ساعتها ما كانش ليه ولا اي لازمة، كان بيسمع كلامها في كل حاجة، وفعلا طلع بتاع امه ومالوش اي صفة ولا اي شخصية. وانا لما رفضت اساعدها ورفضت اعمل لها حاجة، عملت ساعتها خطة علشان تعمل كده. وفي يوم من الايام دخلت عليا لما كنت بغسل المواعين، وقتها هي وبنتها فضلوا يضربوا فيا لحد ما اجهضت. ايوه اجهضت. ولما فقت لقيت جوزي قاعد جنبي بيعيط. وفي الوقت ده نقلني طبعا المستشفى، وانا بمجرد ان انا قدرت اقف على رجلي ساعتها هربت ورحت عند ابويا. وساعتها كان باين عليا ان انا تعبانه طبعا من اللي حصل لي. وقتها بابا طبعا ما كانش عايز يكلمني، وكان مش طايق يشوف وشي. بوست على ايده ورجله وترجيته ان هو يسامحني. وهو حتى بعد مده كبيره قوي سكت وقبل ان انا اقعد معاه في البيت. ووقتها كمان قلت له ان عايزاه يقف جنبي علشان ارفع على زين قضيه خلع، وان انا عمري ما هكمل معاه لانه طلع مش راجل. واتعلمت درس عمري في التجربه دي. عارفه ان انا هتخطى واعيش عيشه كويسه بعد كده، بس كمان لازم انصح الناس واقول اختاروا الاخلاق اللي هتعيشوا معاها بعد كده في شريك حياتكم، وكمان العيله اللي هتناسبوها، علشان نعيش حياتنا في سعاده مش في ندم. لو عجبتكم القصه ما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل القصص الجديده. ولو انت بتتابعنا على صفحه الفيسبوك ما تنساش تضغط لايك ومشاركه، وكمان متابعه صفحه الفيسبوك. اشوفكم على خير ان شاء الله.